السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الفيديو الاول او المقطع السابق درنا فيه نصيحه للرجال، هذا المقطع موجه للنساء خواتاتي المسلمات. طبعا حنا بغينا كاملين باش نمشيو بهاد السفينه ديال المجتمع، نمشيو بها كاملين تمشي مقاده، هي انه خاص شي يشد بيد شي باش تقوم هاد السفينه هادي. خاص يكونوا اللي فيها متفقين، الا ما كانوش متفقين ستخرق السفينه، يعني غنغرقوا كاملين. مشى المجتمع مشى كلشي، والمجتمع يقوم على الاسره، حنا عارفين هادشي. فاش قامت حمله لا تتزوجها موظفه ثارت ثوره النسويه جعلات، دوك الفيمينيست جعلوا بالانواع ديالهم. انا غنجيكم، راه ما بقاش عندنا ديك النسويه الراديكاليه، ديك النسويه اللي معروفه دايره الكاريه وتتلبس المقزبله، ولات عندنا نسويه جديده ديال النسويه بالنقاب وتقدر تكون حامله لكتاب الله وتقرا في كليه الشريعه وكذا. يعني ما بقاش ديك النسويه الكلاسيكيه نيو فيمينيزم، ولات عندنا ديك النسويه الحديثه. باش نكونوا صريحين، منذ خلق هذه الثوره ديال وسائل التواصل خاصه فيسبوك، فاش تبلا به بنادم من المطلع ل 2000 والبنات دايرين جروبات بعضياتهم، الاف الجروبات، تخيل الاف الجروبات. يكفي انك تدخل روشيرش ديال الفيسبوك مثلا ودير عاشي، اختار شي اسم مثلا كيفاش نديروا صنداله في رجلي، غادي يطلع لك شي جروب بهذا العنوان، ولا كيفاش فطري بيك قبل ما يتسحر بيك، ولا تسحري بيك قبل ما يفطر بيك، ولا شي لعيب. فهمت كيفاش ديري صنداله في رجليك؟ يعني واحد الجروبات تيأججوا المراه تيعمروا المراه على الرجل، وكيفاش تضحك على الرجل، وكيفاش تبتز الرجل، وكيفاش تدير الرجل رزقه فلوسه وماله، او كيفاش تشدوا ديري السلسله وتبقى غاديه جاره. قلت ما يزيد على 20 سنه وهاد الجروبات كاينين، ما عمر الراجل ما هضر او تقلق او دار شي ندوه او خرج او كذا او ندد او دار شي حاجه. علاش؟ لان الرجل صافي عارف راسو غادي لواحد الهدف تيمشي ليه. لكن المراه يكفي انه جروب واحد بعنوان لا تتزوجها موظفه قدر انه يزعزع الاركان ديال النسويه في هذا البلد الحبيب، قدر انه يبين الضعف والهشاشه ديال هذا الفكر ديال الفيمينيست، انني ما نتزوجش نسويه، انا ليا الخيار انني ما نتزوجش موظفه ولا ما نتزوجاش متبرجه، ولا عندي الخيار نتزوجها كيفاش بغيتيك، لكن تتحمل المسؤوليه ديال ذاك الاختيار ديالك. لهذا جيت انا تنعبر عن الراي ديالي، مثلا انا ما نتزوجهاش موظفه. علاش؟ انت ضراتك خاطرك، انت موظفه اي شي حياه، جا شي واحد دار لك شي حاجه، لا انا تنشارك الراي ديالي، انا ما غاديش نتزوجها موظفه انا كذا. فاش داروا الدراري هذا الجروب ويتشعل العافيه، شعلات العافيه فسميتو، قلت لكم بينات الهشاشه ديال هذا البلان ديال العيالات. علاش صارت طائره النسويه؟ لانها عارفه في قرارات نفسها ان ذاك البلان ديال انها تخرج تخدم، عارفه انها تتنكر لانوثتها، انها تفيق مع 6 الصباح كذا وتمشي وتقاد الفطور ديالها وتخرج تهز ديك الكليو ديالها وتمشي، وغاديه في الزحام وما شبعاناش نعاس ومكهربه، وتتجي وما شبعاناش نعاس في الليل. علاش؟ باش تحق خداتها باش دير كليو. الراجل ما تيخدمش لهذا الشيء. الا سولتي اي واحد، تنتحداك اي واحد سولتيه قلتي لي اش باغي تخدم، اما غيقول لك انني نعاون والديا ونتزوج، او غيقول لك مباشره باش نتزوج نعف نفسي نكون اسره. لكن المراه لا تقول لك ما في وقتي ما غادي تدبر على الخدمه، تقول لها الا خدمتي اش غديري؟ غاديش نبقى محتاجه الراجل، نمشي نشري واحد الكليو، ونمشي ندير واحد سميتو فاكونس في تركيا، ونمشي للكوتشي، ونمشي نشري الساعه الفلانيه، ونمشي نشري الصباط الفلاني. محصور. اذا فاش غادي يخدم الرجل تتزادنا اسره، لكن فاش تخدم المراه تتزادنا ماده اشهاريه، او تتزادنا موديل جديد في الملابس او في الاحذيه. المراه فاش تقاست ليها انك ما تزوجش موظفه، قسنا لها واحد الوتر حساس، هذا الوتر اللي هو غادي نفقدوها القوامه ديالها. فاش بغات تفقد الرجل القوامه ديالو، لقات هذا التيار ديال انك ما تزوجش موظفه، ما تزوجهاش تهضر مع الدراري، ما تزوجهاش عندها بيست فريند، ما تزوجهاش عندها ماضي. هذا الشيء خربقها، ما كانتش منتظره. لكن فاش لقات الدراري فاقوا كذا، قالت لا رزق ما يمكنش الدراري فاقوا، ما يمكنش هذا الشيء، خاصني كيفاش نأججو. مشات تلقى وحده فيهم وتيمشيو جاني سكرينات انهم تيرسلوا لهم ياك ما انت مع هذوك، ياك ما انت مع هذوك. علاش؟ شنو هذا الشيء يديروا؟ راه عاد يوعيو الدراري باش ما يتزرفوش. المراه فاش تقاس لها هذا البلان ديال ما تزوجهاش موظفه، ما تزوجهاش عندها ماضي، ما تزوجهاش عندها دي بيست فريند، ما تزوجهاش كذا، عرفت راسها ان تقاست لها القوامه، وانها غادي ترجع للاصل، وهو ان الرجل غيهرب عليها وغيولي طاول بها بالمساواه الكامله. هي انت انا بغيت تخدمي مرحبا، لكن اجي نخدموا. انت بغيت تخدمي لكن خلصي الباي ديالك والجط ديالك في هذه الاسره. يعني تنتقلوا من الاسره المركزيه للاسره اللامركزيه. شنو هي الاسره اللامركزيه؟ الاسره اللامركزيه هي الاسره اللي ما فيهاش رب اسره، ما تيبقاش الدور ديال الرجل في ديك الاسره، تينعدم. علاش؟ لان عندنا جوج ديال الذكور في الدار، اللي هي المراه اللي هي الزوجه، والرجل اللي هو رجل او ذكر بالمنحى البيولوجي فقط، لكن
بالسياق المعنوي ماشي رجل. لهذا تتقول ليه تتبغي تختار عاوتاني في الدين ديالها هي راه مسلمه، تجي تقول لها اعطيني عافاك انت مسلمه، وراه الله عز وجل قال لك الرجال قوامون على النساء، تتقول لك لا وانا باغا نخرج نحق ذاتي، وراه انت القوامه راه عليك انت ماليا، بلاتي قوامه عليا ماليا. لكن رجعوا اش يقولوا الفقهاء تيقول لك قوامه عليا ماليا لما كانش عليك مصروف، الا ما كنتيش تخرجي، الا كنتي تخرجي بلا اذن ديالي للخدمه، انا ما باغيكش تخرجي للخدمه، فراه لا مصروف اللي عليك. هادشي خاصك تعرفيه، هادشي من صميم الاسلام، ماشي انت الاسلام دايره بحال واحد البوفي مريحه في ريستو تختاري منه هذه مناسباني ندي هذه ما مناسبانيش. واخا القوامه الصداق مناسبني حيت غيجيني الصداق وكذا وندير به شي حاجه مزيانه، الصداق من الاسلام. شنو حاجه اخرى ما مناسبانيش، لا هذه قوامه، الرجل قوام على المراه، ما يخليهاش تخرج، ما يخليهاش دير ريحه في الزنقه كذا، لا خايبه هذه ذكوريه، غنولي نختار بحال مريحه في شي ريستو تنختار في البوفي. الاسلام اما تشديه كامل اما تلقيه كامل، واللي غيقبل لك بهذا الهبال ماشي راجل، اسمحوا لي ماشي راجل. شيء ثاني، المراه تستغل مدونه الاسره، انت فاش تتعيشي وسط الجروبات وسط المجموعات وتشحنتي بزاف بنتي واختي، تشحنتي بزاف، تشحنتي بدوك الافكار في المجموعات، وليتي تتشوفي الرجل تتشوفيه شيطان، شيطنوا لك الرجل في العين ديالك. يعني انت فاش تجي تهضري مع راجل ولا تيجي عندك شي واحد يخطبك، كيفاش تشوفيه؟ تشوفي شيطان اصلا مجهزه نفسك، نفسيتك مريحه ومجهزه، دايره لاكارد، هزه لاكارد وتتقولي هذا راه شيطان بلاتي ندير باش نفانتيه ونضربه. لكن الراجل جاي على نيته مسكين، جاي باغي يخطب يتزوج يكون اسره. انت عندك شحال من حاجه في بالك قاريها في الجروبات، عندك بوركابيجي، عندك كذا عندك كذا، ديري هذه كذبي عليه، هذه راه ما عمري تصاحبت، راه ما عمري قاسني شي حد، راه ما عمري كذا. ولكن في الاخير يفضحك الله ولو بعد حين، غادي يفضحك الله عز وجل، غيفضحك الله عز وجل، غادي يفضحك. هادشي كامل نصيحه عامه للرجال والنساء. راه العلاقه الزوجيه ليست علاقه صراع، العلاقه الزوجيه علاقه تكامل، داخلين باش نكونوا واحد الاسره ونطلعوا واحد الابناء خاليين من العقد النفسيه ومن العقد الفكريه. الا جيتي انت داخله بواحد الفكر ديال الفيمينيست راك داخله به. ما كايناش شي حاجه سميتها ذكوريه، خاصكم تعرفوا الذكوريه مصطلح داخل من الفيمينيست، ونجحت الفيمينيست انها توهم النساء، بل حتى بعض الدعاة والمشايخ انه كاين ذكوريه او ذكوريه مسمومه. ما كاينش الذكوريه، بغيتي تسمي قول لي واحد الفكر متطرف، ممكن لكن ذكوريه ما كاينش ذكوريه مسمومه. يعني المصطلحات اصلوا فيها، عرفوا شنو تتقولوا، ما تبقاوش تشيروا، كونوا الاسر ديالكم باش تكون متماسكه، تفاهموا قبل ما تزوجوا، تدخلوا لذاك عش الزوجيه وتجيبوا شي دري وفي الاخر تمشي تبقاي تبكي عليهم في الجروبات ولا تخونيه مع شي واحد كنتي تبغيه من قبل. لهذا اصلوا راه الزواج راه ماشي مصحه نفسيه، الزواج ليس مصحه نفسيه، الزواج هو اسره، هو كيان، هو مؤسسه، وهذه المؤسسه يدخلوا لها الناس الرشداء والعقلاء وليس المرضى النفسانيين. السلام عليكم.